سلام شميساتي، جيت نكمل لكم البلاي ليست ديال الجلواب. عارفك ما خليتي ما طليتي لوجهك، ولكن ما كايناش شي نتيجه اللي واو اللي فعلا تحسك انك تبدلتي وماشي غير هضره وصافي. في هذا الفيديو جبت لك الطوب ديال الوصفات اللي الا تبعتيهم على حسابي وجهك غادي يرجع شمعه، ولكن شرط تبعيهم وديري هاد النصائح بالتدقيق وبالطريقه الصحيحه. غنشارك معاك واحد الحيله اللي ما عمر شي بنت دوات عليها في اليوتيوب، واصلا هذا هو الهدف ديالي، الجديد والاختلاف. يلا نبداو. اول حاجه خصنا نتفاهموا عليها قبل ما نبداو. كاين واحد المثال مغربي كيقول لك الحاجه الا زادت على حدها كتقلب ضدها، وهذا الشيء اللي ما بغيناش حنا نوصلوا ليه. داكشي باش خصك تعرفي بعدا شحال من مره خصك ديري الماسك على وجهك. الا كانت عندك بشره حساسه فيستحسن ديري مره حتى 2 المرات في السيمانه كحد اقصى. الا قدرتي ديري مره في السيمانه يكون حسن، ولكن الا درتي 2 مرات ما تفوتيش 2 المرات. اما الا عندك بشره عاديه او مختلطه فحاولي ديري كل 2 مرات في الاسبوع ماسك زوين لوجهك. اما الا عندك بشره دهنيه تقدري ديري اكثر من 3 الماسكات في السيمانه، ولكن كنصحك كحد اقصى 3 ماسكات في السيمانه غيكونوا حسن ومفيدين لك اكثر. الا مازال ما عرفتيش النوعيه ديال بشرتك غتكملي الفيديو حتى الاخر، وغادي نخلي لك فيديو زوين اللي فيه تيست ديال بشرتك وكيفاش تهلاي فيها من المنظفات والمرطبات والسان سكرينز اللي غادي تحتاجيهم باش بشرتك ترجع كتلمع. ودابا يلا نبداو. اول ماسك واللي بالنسبه لي انا هو الطوب، حيت غنبدا لكم من الاحسن حتى الاسوأ. اول ماسك هو ديال الخرقوم ودانون مسوس. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راها زوينه وفعلا فعاله وكتبيض البشره بالنسبه للبنات اللي بغاو كيفاش يفتحوا اللون ديال البشره ديالهم. اللي فعلا هاد الماسك الا تبعتيه حتى ل4 الاسابيع يعني شهر من مده الاستخدام المنتظم طبعا غادي تبان لك النتيجه، ونتيجه اللي فوريه. بالنسبه للخرقوم كيحتوي على مضادات الاكسده ومضادات الالتهاب، وهذا الشيء كيعاونك باش توحدي اللون ديال البشره ديالك. اما بالنسبه لدانون مسوس فهو فيه حمض اللاكتيك اللي كينعم البشره وكيقلل من البقع الداكنه، ولكن خاصك تراعي فوقيته اللي غادي تستخدمي بها هاد الماسك هذا. من الاحسن تستخدميه في الليل وما تعرضيش نهائيا للشمس باش كتبان فيك النتيجه. ثاني وصفه اللي واعره بزاف واللي كنوعدك انك الا تبعتيها وجهك غادي يتبدل، اللي هي قشور ديال الليمون مع مايزينا. كتشدي قشور ديال الليمون كطحنيهم وكتزيدي عليهم مايزينا. قشور ديال الليمون عارفين كاملين بانهم فيهم فيتامين سي بالزايد، فهذا الشيء كيعاونك في تبييض البشره وكيعزز ديك الشراقه ديالها، كتولي تبان لك بشرتك مشرقه ونقيه. اما بالنسبه للمايزينا فهي كتنعم لك البشره ديالك وكترطبها. بالنسبه للمده اللي خاصك تستخدمي فيها هذا الماسك باش تبان لك النتيجه هي 4 الاسابيع يعني شهر. ماشي تمشي تبداي تستخدمي واحد الوصفه 2 سيمانات ولا نهار، يعني نهار في السيمانه وتقولي علاش ما عطاتنيش النتيجه. فخصك تتبعيها بانتظام وفي المده المحدده عاد باش كتبداي تشوفي النتائج. ثالث وصفه اللي هي احسن وصفه، وهاد الوصفه اغلبيه ديال خبراء التجميل واغلبيه ديال اطباء الجلد كينصحوا بها، اللي هي وصفه عرق السوس وماورد. وبطبيعه الحال ماورد خصك تكوني مقطره على يديك، يعني ماشي اي ماورد كتمشي تشريه، سينو تكوني شارياه من التعاونيات ديال السيدات اللي بطبيعه الحال كتكون عندهم واحد المصداقيه وكيعطيوك فعلا يعني ماء الورد، ماشي ما فيه ريحه الورد وصافي. هاد الوصفه الا مشيتي تتبعتيها عندك 3 ديال السيمانات غتبداي تشوفي النتيجه وغادي يبان لك الفرق. عرق السوس راه كنز للبشره، كيقلل لك البقع الداكنه، كيحيد لك تصبغات وكيقلل لك حتى التجاعيد. بالنسبه للعيالات اللي في الثلاثينات فكنصحكم بزاف بهاد الوصفه هذه. احسن توقيت تخدمي فيها هاد الماسك هذا هي سوا في الصباح سوا في العشيه، يعني ماشي مشكل انك ديريه في الصباح لانه ما كيتاثرش باشعه الشمس. دابا غادي ندوزو لرابع وصفه اللي هي الوصفه الكوريه المشهوره ديال الرز الابيض، ماشي اي نوعيه ديال الرز. بالنسبه لهاد الوصفه زوينه لان الرز كيحتوي على حمض البنزويك اللي كيعاونك في تقليل التصبغات وكيعطي البشره نعومه ديال الاطفال. داكشي باش الا استخدمتي الرز بطريقه منتظمه كتولي عندك البشره ديال لي بيبي. بالنسبه للمده فاش غتبداي تشوفي النتيجه عندك من 3 سيمانات حتى ل5 سيمانات، يعني تقريبا 1 شهر ونص عاد باش تعولي على النتيجه تبان لك.
لان هاد الوصفه هذه كتاخذ شويه الوقت. واحسن توقيت فاش تستخدميها هي في الليل، وياك تمشي تستخدميها في الصباح، لان الصباح ما غاديش تعطيك النتيجه. خامس وصفه واللي كنعتبرها حتى هي وصفه مزيانه، ولكن كنفضل لان هي غير ديال الترطيب. البنات اللي بغاو يفتحوا اللون ديال البشره ديالهم ما كنصحكمش، هي فقط كترطب لك البشره وكتخفف لك الالتهابات، اللي هي وصفه زرعه الكتان. غادي تبقاي ديريها لمده شهر. بالنسبه لزرعه الكتان فيها احماض الاوميغا 3، والاوميغا 3 كاملين عارفين شنو هي الفائده ديالها. هادشي اللي كيعاونك باش كتزيدي تادغاطي البشره ديالك. واحسن توقيت تستخدميها فيه هو اي توقيت بطبيعه الحال، تستخدميها في الصباح ولا في العشيه، فالمساله ما كتاثرش. سادس وصفه اللي هي وصفه القهوه. بالنسبه للبنات اللي فيهم الحبوب هاد الوصفه واعره لكم. النتيجه باش غادي تبداي تشوفي هاد الوصفه اللي هي تقريبا واحد 15 يوم. القهوه كتحسن من تدفق الدم وكتساعدك في تنشيط الدوره الدمويه ديال البشره وكتقلل من انتفاخات الوجه. واحسن وقيته تستخدميها فيها هي يا اختي من تفيقي من النعاس، تكوني يلاه غسلتي وجهك، تبغي ديري سكين كير ديالك، انك تبقاي ديريها دائما مع الصباح اولا 2 المرات في السيمانه على حساب انت نوعيه البشره ديالك، فكوني اكيده غتعاونك بزاف. سابع وصفه واللي ما كنعطيهاش واحد الاهميه اللي كبيره اللي هي وصفه الكركدي، ولكن حتى هي فعاله. بالنسبه للكركدي كيحتوي سوا على مضادات الاكسده اللي كتعاونك في مرونه البشره وكتعاون شويه في التبييض، ولكن يستحسن انك تستخدميها يعني في مرات قليله بحال هكا مره في السيمانه مره، والنتيجه كتبان من 2 حتى 3 ديال السيمانات. واحسن توقيت باش تستخدميها يا في الصباح يا في العشيه. ثامن وصفه اللي غنعطيكم الراي ديالي فيها ولكن خصك تحضي معاها اللي هي وصفه النيله الزرقاء. النيله الزرقاء البنات فقليله بزاف، وقليل اللي غادي يعطيك النيله الزرقاء الاصليه. اغلبيه ديال الناس غير كيبيعوا ويشريو، يعني ما تكونش واحد المصداقيه. دونك ماشي ديما غادي تعولي بالله فعلا غيعطوك داكشي اللي انت باغا واللي غادي ينفع لك البشره ديالك للاسف. دونك حاولي يا الا كانت النيله الزرقاء تخدميها، سينو لما كانتش النيله الزرقاء فعرفي راسك انك تستخدمي فقط ملون ازرق على اساس انه نيله، وهادشي كيخرج لك على بشرتك. ما علينا، النيله الزرقاء الاصليه كتوحد لون البشره فعلا وكتقلل التصبغات. النتيجه كتبان لك حتى ل4 السيمانات، يعني تقريبا شهر. ومن الاحسن تستخدميها في الليل، حيت الا مشيتي تا بنتي للشمس فكوني اكيده ان داك التبييض اللي بغيتي تبيضي غيولي لك تصبغات وفي الاخر ما غتستافدي حتى شي حاجه. هادو هما تقريبا جميع الوصفات اللي استخدمت، وفعلا النتيجه ديالهم كاينه، ولكن عطيتكم فقط يعني الوصفات اللي طوب هما الاولانيين، ودوك الوصفات اللي قلت لكم في الاخير تقدروا تستخدموهم يعني سواء بغيتو سواء ما بغيتوش. الوصفات الطبيعيه كاملين فعالين، ولكن خصك ديريهم بانتظام وخصك تصبري عليهم. الوصفه الا ما تبعتيهاش لمده شهر بلا ما تقولي على راسك راكي درتيها، خاصك تتبع على الاقل مينيموم واحد الشهر باش تما كتبدا تبان لك النتيجه اللي انت كتحلمي بها. بالنسبه للوصفات اللي كديريهم في الصباح حاولي من موراهم ديري يعني كريم سولير ديالك باش هكا كتحمي البشره ديالك. وسينو الا كنتي غادي ديريها يعني في الليل حاولي دائما انك ديري الترطيب ديالك من بعد ما قبل ما تنعسي، حاولي ديري الترطيب من بعد الماسك باش هادشي كيعاونك توصلي النتيجه اللي بغيتيها في اسرع وقت. الا شي زوينه فيكم وصلت حتى لهنا ضروري ما دير ليا سبسكرايب باش تشجعني وتدعم هذا المحتوى. غادي نعطيك دابا نصائح اضافيه اللي غادي تعاونك في تحسين مظهر البشره ديالك. اول حاجه اللي هي خصك تشربي الماء بانتظام، خصك تعرفي الوزن ديالك على حسب الوزن ديالك، على حسب شحال من لتر ديال الماء محتاجه تشربي كل نهار. فمن الاحسن تمشي تيليشارجي دي زابليكاسيون اللي كينبهوك بشرب الماء، بحال هاد لابليكاسيون هادي كتبقى كل مره تصيفط لك يعني كتكون ممتعه وكتصيفط لك نوتيفيكاسيون على انك خصك تدخلي تشربي الماء، وهكا غادي تعاوني راسك. ومن الاحسن ما تبقايش تشربي الماء في هذوك الكيسان ديال اللي كيتباعوا ديال البلاستيك ولا اي كاس تشربي فيه، حتى الكيسان ديال الزاج ما كنصحكش بهم. حاولي تشربي في غراف ديال التراب اللي كيكون فيه القطران، هذاك الكويس ديال البلاد ديال المغرب، هذاك هو احسن كاس تشربي فيه، لانه كيعاون في احياء الماء وكيخلي الماء يولي صحي اكثر. حاولي يكون عندك واحد الكويس ديالك خاص بك، هذاك هو فاش تبقاي تشربي الماء. سينو شري واحد القله صغيره ديال الماء اللي كتكون ديال التراب، ومره يعني تبقاي تشربي منها، وكل نهار عبري الكميه ديال الماء
اللي انت محتاجه، وبقي كل نهار يعني تشربي منها حتى تساليها. هكا غيكون حسن، وبهذه الطريقه غادي تضمني انك تشربي واحد الماء اللي صحي واللي زوين. اخر نصيحه اللي غادي نعطيها لك، التيدوغي ديالك حاولي انك تصبنيه على الاقل مره في السيمانه. مهم البنات، احنا عارفين اننا الناس ماشي مثاليين، كاملين يعني كنعياو، كاملين عندنا شغالات اخرى، ما غاديش نبقاو حاضرين المخده ديال الوساده اننا نصبنوها يوميا ولا 2-3 المرات في السيمانه وبانصدام بطبيعه الحال. مي على الاقل حاولي انك تصبنيها مره في السيمانه. انا هذه العاده ديالي، على الاقل الا ما لقيتش كاع الوقت كنحاول نصبنها مره في السيمانه، فهكا كنحمي البشره ديالي، كنحمي الحبوب ديال الوجه انهم يتضرر ليا وجهي بالحبوب. كنحمي راسي حتى من التجاعيد ومن التصبغات والمشاكل، يعني الوسخ اللي كيبقى لك على ديك الوساده يقدر ياثر لك بزاف على البشره ديالك ويخرج لك عليها ويسبب لك تصبغات. واحسن لوسيد اللي انا كنصحكم بهم، راه ديجا نصحتكم فيهم في اي فيديو غتلقاوني كندوي عليهم، هما لوسيدات ديال الساطان. اللوسيد ديال الساطان كينفعوك في تقليل التجاعيد، حتى في الشعر ديالك، الحمايه ديال الشعر من تهرس ليك ومن انه تقرض لك، وبزاف ديال الفوائد. وراه ديجا خليت لكم النمره ديال البنت الا كنتم مهتمين. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. ما تنسايش تشتركي وديري لايك لهذا الفيديو، وبغيت نشوف الحب ديالك والتشجيعات ديالك في لي كومونتير. هذا الشيء وبفضلكم انا مازال مستمره وكنعطي احسن ما عندي، وكنقلب لكم دائما على افكار جديده باش نحيدوا علينا المحتوى التافه في اليوتيوب ونزيدوا كاملين لقدام ونحسنوا من الانوثه ديالنا. كانت معكم شيماء، نهاركم مبروك.